مشكلة جديدة. واحد بيقول لقيت في المترو لقيت واحدة في المترو شكلها مش كبير، في العشرينات كده، قاعد قصادها 4 شباب عمالين يتحرشوا بيها لفظ وحركات فيها إيحاءات وكده. كنا في محطة مترو ساقية مكي، وعربية ما فيهاش غيرنا، أنا قاعد في نص العربية هما في آخرها، كنا المغرب تقريبا. المهم اتعصبت من المنظر ده، ورحت قلت لها قومي اقعدي الناحية التانية يا آنسة. راحت بصلي بقرف كده من فوق لتحت وقالت لي وانت مالك اقعد فين. طبعا العيال بقى وقعوا من الضحك، وحاولت الطف الموضوع وقلت العيال اكيد هي فهمت اني معاكم علشان كده ردت كده. راحت بصلي تاني وقالت لي انت عبيط. بصراحة اتحركت تاني جامد، والعيال ضحكوا عليا تاني، مكملتش طريقي معاهم في نفس العربية طبعا، ونزلت مش عارف اتخطى الموقف نهائي. وحرفيا ببقى ماشي حاسس اني هقابل العيال دي في مرة تانية وهيضحكوا تاني. مش عايز احس ان الموضوع كبير، بس نفسيتي مكبرة اللي حصل قوي، ومش عارف اتخطى اليوم ده. طيب بص يا معلم، انت عملت حاجة حلوة جدا، ان انت حاولت ان انت تخلي حد ما يتحرش ببنت، دي حاجة حلوة جدا. كل لما تقابل الموقف ده تاني بتعمله تاني، واجرك على الله، دي حاجة ربنا يعني يكتبها لك في ميزان حسناتك ان شاء الله. وما تشغلش بالك برد فعل الناس دي.